أوراق ثقافية هي خاطرة. أيد من هذا؟ المشهد مفتوح على مصراعيه، المخرج في الكواليس أم هو غائب؟ الممثلون صامتون؟ لا أظنهم يترقبون حدثا ما أو صوتا ما أو سلة تلقى إلى مائدة الموت. الفراغ من الحركة يعني أن أسوار جهنم وبواباتها ستصب عليهم. أجل، ستصب جام غضبها على المدن والقرى، على الشجر والطير والحجر. بالطبع البشر أولا، ثم يأتي الحريق على الأخضر واليابس. قلتها مرة: من أين نأتي بالعسل وقد احترقت الزهور؟ لا زهور ليمون ولا جوري ولا ياسمين لا أدري مسميات أخرى. لا عجب إن كان الدم قد شكل لوحات فنية لم يسبق لبيكاسو ولا دافنشي تصورها. ثم ما هي الحكاية؟ الصمت. أجل، الصمت فريسة لا صوت. الصمت مستهدف، لأن الذي رفع صوته أشار بأصابع الاتهام إلى الصمت. يتحدثون عن وقف إطلاق النار والاتهامات، ثم تي يستمر الصمت في المشهد كأنه إعلان رسمي بالموت. لكن الشاعر كان يعرف ذلك وهو يغني: آمنت بالشعب المضيع والمكبل. وطبيعي أن نتخيله وهو يحمل منجل حصاده ما بعد الموت. القضية ليست مستعجلة، فالليل طويل، وما الصبح بأجمل منه على حد تعبير شاعرنا امرئ القيس. أجل، الليل يتمطى جاثما بكلكله على خشبة المسرح. مع أن الصمت أحيانا، وهذه روعته، يتحول إلى رقصة مولوية صوفية، ثم رقصة سماح شعبية، ثم نرى الدبكة وعروس الحياة في ثوبها المطرز والياسمين يتوجها والحناء والكحل من لوازمها. وقتها لا مكان للصمت. هنا يغدو للدم من أضحية في معنى آخر. هنا سيكون المشاركون في زفة العريس معطرين بعيدين عن رائحة الغزاة الذين لا يستحمون. الحر يسقي ترابه بدمائه في كل الأحوال، ما عليه هو ومن معه سوى الانتظار، لأن شيئا ما سيحدث عاجلا أو آجلا. هكذا هو التاريخ. الستارة في المشهد المسرحي لا يوجد من يحركها بسبب انقطاع الكهرباء. المخرج قيل إنه لم يحضر أخيرا لأنه صرخ، وهو يرفض المشاركة في مسرحية الصمت. أجل، صرخ بأعلى صوته فمات شهيد صراخه. والرواية تقول إنه وجد تحت الردم وبين يديه نواة تمر أخذت تنبت براعمها، والنواة بين أصابعه التي لم تعرف الصمت، لأن صاحبها بدمائه خرج وطرح علينا بعض الأسئلة. ربما أسئلة أخرى يا صديقي، أسئلة سمعتها في معرض كتاب. ما 5 أشياء تحبها؟ ما 5 أشياء تكرهها؟ ما 5 أمور تشد اهتمامك؟ ما 5 أمور تعني لك شيئا؟ ما 5 أمور بحاجة لتحسين؟ ما 5 أمور تجدها متميزة وأكثر من رائعة؟ تختلف الإجابات. الأسئلة جيدة، لكن الإجابات تختلف. إنما الرابط بينها أن الأشياء التي نحبها يعني لا تحصى، والأشياء التي نكرهها أيضا لا تحصى، والأمور التي تشد اهتمامنا لا تحصى، والأمور التي لا تعنينا لا تحصى، والأمور التي بحاجة إلى تحسين لا تحصى، والأمور التي نجدها متميزة وأكثر من رائعة لا تحصى. خلاصتها أن الحاضر رائع وننتظر الأروع. وكان في داخلي قول آخر قلته في صمت: إنه بقية من دم. حياكم.